من اخطر الايام اللي ممكن تمر على المدمن المتعافي هي الوقفه. فازاي احمي نفسي في يوم زي ده؟ اللي بيحصل انه بيكون عندنا ارتباط شرطي ما بين الضرب وما بين يوم من الايام دي، لان احنا كنا متعودين ان احنا لازم نضرب في يوم زي ده. فعشان اكسر الرابط ده محتاج ادرب مخي على عادات جديده اعملها في اليوم ده. من اشهر الحاجات اللي ممكن نعملها في ده ان في ناس بتروح تقضي اليوم ده في مكان علاجي بحيث ان هي تحمي نفسها من خطر الانتكاسه. طبعا الاماكن العلاجيه دي بتكون مجهزه انه الاشخاص المتعافين دول يقضوا فيها الفتره بتاعه الوقفه والعيد بحيث ان هم يتفادوا خطر ان هم ينتكسوا. بيحاولوا يعملوا انشطه يتبسطوا فيها بحيث ان انا اكسر الرابط ما بين الانبساط والمخدرات واكون عملت حاجه جديده مش مضره بصحتي ولا مضره بجسمي، وفي نفس الوقت انا اتبسطت فيها. فهنا انا ببني عاده جديده غير العاده اللي انا اتعودت عليها او اتربطت في مخي. في ناس تيجي تقول انا بس يا دوبك بشرب حشيش، الحشيش اصلا مش ادمان. الكلام ده مش حقيقي، لان الحشيش اللي موجود دلوقتي للاسف بقوا بيطحنوا فيه برشام زي مثلا الكيتامين، وحتى دلوقتي بقى مشهور باسم الكيتو. طبعا المواد الكيميائيه اللي بتتحط في الحشيش دي بتطلع لي اعراض انسحاب اكبر بكتير، بالاضافه ان هي ممكن تتفاعل مع كيمياء المخ وتأذي الشخص وتسبب له ذهان. والذهان ده انه الشخص يبدأ يشوف هلاوس، يفكر في افكار مش حقيقية زي ضلالات خيانة او ضلالات شك او غيره من الكلام ده. ومؤخرا بقينا بنشوف حالات 14 و15 سنة بقوا بيجي لهم ذهان بسبب ان هم جربوا سيجارة حشيش. فالموضوع اخطر بكتير مما احنا متخيلين. واخيرا حاول تحاوط نفسك بناس بتحبك، مش حد عايز يأذيك او حد بيقولك تعالى جرب وخليك راجل وفي الاخر انت اللي هتحاسب وهتدفع الفاتورة، محدش هيشيل معاك.